بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير وصحه وسعاده. وحشوني كتير كتير من الفيديو اللي فات. ربنا ما يحرمني منكم ابدا يا رب، ويا رب دايما منوريني ومشرفيني في قناه المتواضعه، ما تحرمش منكم ابدا. ده يومي كده من اوله، نسمي بسم الله ونخش على الفيديو ونشوف احنا يومنا ابتدى ازاي وابتدى منين. ابتدى من هنا كده، من اول اللقطة دي. هنسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونكمل الفيديو كده. الفيديو بتاعنا كله مشجع وكله حماس وطاقة ونشاط كده. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. عايزه اقول لكم بقى ان انا ايه، يعني من ساعه ما بطلت اربي طيور، ومن ساعه ما الطيور اتقطعت من عندي، يعني تحسوا ان الخير اتقل. قسما بالله زي ما بقول لكم كده، يعني من ساعه ما بطلت ان انا اربي فراخ وبط، طبعا عشان غلو العلف هو ده اللي حشني عن التربيه. بس قلت لا، ما بدهاش. بدل ما كنا بنربي مثلا كميه كبيره، لا نجيب حاجه على قد الاكل، بس على قد اكل البيت بس مش اكتر، على قدنا. يلا قبل ما نكمل الفيديو مع بعض، حطوا لايك، لو حطوش لايك حطوا لايك. لو انت جديدة في القناة اشتركي في القناة ودعميني كده وشجعيني بالاشتراك بتاعك وتعليقك الحلو، ودعوة حلوة من قلبك. ربنا ما يحرمني منكم ابدا يا رب. وفعلوا الجرس، اضغطوا على كلمة الكل، عشان كل فيديو انزله وكل جديد انزله يوصل لكم باشعار على طول. اللي مش بيوصل له اشعار على طول اول ما الفيديو بينزل، يا ريت يعني اللي ما بيجولوش اشعار يلغي الاشتراك ويرجع يشترك من تاني. بس اوعي تلغي الاشتراك وما تشتركيش، لا، انت تلغي الاشتراك وترجع تشتركي في نفس الوقت على طول، واضغطي على كلمة الكل وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد مننا بنعمله وهنعمله ان شاء الله معاكم. ده يومي بدأ من عند الكتاكيت اللي شفتوها ديت. جبت حبة كتاكيت كده على قد يعني زي ما شفتوهم كده، والحمد لله قدر الله ما شاء فعل. اول ما بيجوا كده لازما، يعني لازما، ما فيش حاجة بتيجي وتطلع كده على مطلوحة او تطلع كاملة، لا لازما يعني ايه، حاجة تموت منهم. ده شيء طبيعي، مع ان انا بصوا حطهم فين، تحت حوض المطبخ زي ما شفتوا كده، وفرشه لهم وبنضف لهم على طول اول باول. على فكره ما كنتش هصور، يعني لو كنت ناوي ان انا اصورهم لكم كنت صورت من قبل ما اشيل الفرشه ومن قبل، بس هي طقت في دماغي بقى بعد ما شلت الفرشه. الكتاكيت دي من اللي هي الفراخ البيضاء، اكيد كلكم عارفينها. جبتهم بقى، قلت يعني ايه، جوهم على العيد، جوهم على نص رمضان، جوهم هما ونصيبهم. لان طبعا انا ما عنديش حاجه خالص وبنشتري من بره، والشرا بصراحه خراب بيوت. فقلت اجيب كتكوتين كده واحطهم معايا في قلب المطبخ تحت الحوض، في نفس الوقت مش هياخدوا مكان كبير، ولا هطلع ولا هنزل تحت، وهواليهم وهيبقى ايه عيني عليهم، ويبقوا تحت عيني يعني، وفي الدفا كمان. هو كده كده الجو بقى كويس. طبعا فرشت لهم شكارتين، هما دلوقتي بقى لهم حوالي 5 ايام. يعني انا جايباهم من يوم الاربع اللي فات. اللهم صل على النبي. غيرت لهم الفرشه بتاعتهم، كنت فرشه لهم تبن زي ما انتم شايفين كده. ده تبن يعني مش تبن التبن بتاع الغله، ده تبن اللي هو بتاع القش، قش الذره. بيندرس زي الغله كده وتعمل تبن يعني. فالمهم ان انا كنت جايبه لهم شكاره من التبن ده من عند والدتي، وبقى كل يوم او يوم فيه ويوم ما فيش اغير لهم الفرشه، واحط لهم شويه التبن دولت نضاف تحتهم، واللندا موصلها لهم برضو كذلك زي ما انتوا شفتوا كده، وهم ونصيبهم بقى معانا. خلصت بقى طبعا وغيرت الفرشه تحتهم ورجعتهم تاني مكانهم. عايزه اقول لكم عبال بس يعني مسافه ما انا ما غيرت تحتهم وكنت حطيتهم في الطبق زي ما شفتوا كده، لقيت واحد مات كمان. يعني كنت مرياكم الاتنين اللي كانوا رمياهم دولت في الزبالة، آه بشيلهم من الطبق بقى بعد ما غيرت الفرشة. لقيت كمان واحد، يعني تقريبا كده ان هم ركبوا فوق بعض،
يلا بقى الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. ورجعتهم تاني مكانهم وحطيت لهم علفهم وميتهم وعلاجهم. خلاص على كده كان عندي طبقين بقى زي ما شفتوا كده، كانت هي حلة واحدة وطبقين كده. مسكتهم صبنتهم. ده يومي من اوله، يعني انا بادئه معاكم اليوم بتاعي كده بكل خطواته من اوله لاخره. طبعا هنا كنا جايبين فرخة شاريينها ديت من بره، بس شارينها متنضفة. انا يعني مبحبش تنظيف الفراخ بتاع بلدنا، لان هم هنا اصلا مش بينضفوا الفراخ كويس. زي ما انتم شايفين كده مش متنضفة كويس ولا هي مفتوحة كمان. بس طبعا ابني اللي راح جابها وهو ما بيحبش يشيلها صحية، يعني انا قلت له هاتها صحية وهو بيحبش يشيلها صحية، فهو خلاها تنضف عشان ما يشيلها صحية. طبعا انا عدت عليها تاني ومسكتها بقى قطعتها وظبطتها. هنعملها ايه؟ هنعملها فراخ مشوية نشويها في الفرن بتتبيلة جميلة تحفة تحفة، ونعمل جنبها شوية رز زي ما شفتوا كده في اول الفيديو. بس هو ده مش رز بسمتي، ده رز مصري عادي، بس انا عملته بطريقة الرز البسمتي، ما يختلفش اي حاجة خالص عن الرز البسمتي. طبعا عملت ايه التتبيلة او الخلطة بتاعت الفرخة يعني اللي احنا هنشويها او الفراخ عامة. جبت بصلاية، حبيتين طماطم، قرنين شطة خضر، وضربتهم في الكبة زي ما شفتوا كده. معانا بقى مثلا الصوص بتاع المشويات او دبس الرمان، اي حاجة بقى الموجودة عندي. ومعايا زيت ومعايا خل ومعايا ملح ومعايا جوز الطيب ومعايا اللهم صل على النبي كركم وقرفة، ومعايا زعتر وروزماري، ومعايا ايه تاني، بهارات بقى، فلفل اسمر، كمون كزبرة يعني، بهارات فراخ، توم باودر، لو في بهارات فراخ ممكن تغنيكي عن كل ده. يعني بهارات فراخ بيبقى فيها كل حاجة. لو ليمونة عصرتها، مع اني انا يعني قبل ما اعملها في التتبيله دي واحطها في التتبيله اللي انتوا شايفينها دي، انا كنت بعد ما غسلتها وقطعتها نقعتها في ميه بملح بليمون، عصرت عليها ليمون وميه بملح ونقعتها حبه كتار عبال ما خلصت التتبيله بتاعتي. هنا سبتها حوالي ساعه. كنت نزلت برضو اقضي مهمه تانية كده، هبقى اقول لكم عليها بعدين برضو. ما تتخضوش يا جماعه. بصوا بقى، احنا عندنا هنا في رمضان، يعني اللي عنده نفس اللي عندنا اللي انا هقول لكم عليه دلوقتي ده، في حاجه اسمها ايه، المدفع بتاع رمضان. عندنا العيال ولادنا يعني وولاد المنطقه واللي في البلد كلهم يعني بيجيبوا حتت كده مواسير كده بتاع السباكه اللي هي البيضه دي، والعلبه بتاع البيروسول، ويركبوها فيها ومعرفش بيعملوها ازاي، وحتت فحم كده ويولعوها ويروحوا ايه عاملينها مدفع يضرب. شفتي اكنك بتضربي نار بحق وحقيقي. قسما بالله انتوا سمعتوا الصوت اهو. بصوا، عشان انا قاعده بسجل الصوت هنا ورا على في البراندة يعني ناحيه البحر، فالعيال بيجوا ناحيه البحر ويروحوا ايه ضاربين، الصوت بيرن بقى جامد اهو. وده على فكره هتلاقيه زياد ابني. زياد اللي كان، بصوا، كان هابني طول النهار عشان الولاعة، عايز ولاعة عشان يولع المدفع. المدفع اللي انتوا شايفينه ده مدفع رمضان. طول شهر رمضان الأصوات ديت عندنا شغالة كده. المهم بقى ايه، انا سبتها حوالي ساعة في التتبيلة اللي انتوا شفتوها ديت، وبعدين نشلتها بقى وحطها في الصينية وخرطت حبقتين بطاطس. قلت برضو البطاطس ايه تاخد من طعم الصوص والتتبيلة بتاعت الفرخة، هتخلي. عايزة اقول لكم البطاطس كانت اطعم من الفرخة، كانت جميلة تحفة تحفة. رحت ده انا رحت ده انا كل ما اسمع الصوت ده بقى مش عايزة اقول لكم بترعب.
رحت دهنة الصينية دهنة زيت بسيطة بس كده عشان البطاطس يعني ما تلزقش في الصينية. ورحت رصة البطاطس زي ما شفتوها كده، وعليها بقى الفراخ. وفوق من الفراخ بقى انا منزلتش بالخلطة كلها ليه، عشان كل ده تفل ومش هيبقى طعمه حلو في الفراخ، هيخليها طعمها مش حلو. رحت مصفياهم، خدت المية، انا عايزة المية بس بتاعة التتبيلة، المية بس هي اللي هتفرق معايا، مية البصل، مية الطماطم، الخلطة والحاجات اللي انا حطيتها دي كلها صفيتها زي ما شفتوا كده. ورحت بقى مدخلها الفرن. هنا بقى كنت خرطت بصلايه، بس عايزه اقول لكم ساعه ما أشر... يعني لا ما كنتش قشرت البصلايه، خرجت اجيب البصله من بره من البلكونه يعني. عايزه اقول لكم زلزال، زلزال اكني في والله لا قسما بالله زي ما بحكي لكم كده، انا حسيت ان البيت بيترج، اكني في زلزال، زلزال بحقه حقيقي. بس ده ما كانش زلزال، ده كانت عاصفة، بس عاصفة شديدة قوي قوي وقوية. عايزة اقول لكم الشجر اللي هو جنب البيت ده لازق في البيت، بقيت حاسة ان الشجر هيقع على البيت. عايزة اقول لكم طفيت الفرن على الفرخة، والله العظيم قسما بالله زي ما بحكي لكم كده، طفيت الفرن على الفرخة وطفيت البوتاجاز وكله فوق وتحت، وسبت كل حاجة زي ما هي ونزلت اجري على تحت. بس ربنا ستر وقلبت بمطر شديدة. عارفين لو ما كانتش مطرت كان فعلا في بيوت وقعت او حاجة وقعت، لان عاصفة اول مرة اشوفها في حياتي. فربنا ستر والحمد لله، ربنا يسترها علينا وعليكم جميعا. ده الشكل النهائي للاكل بتاعنا النهارده، وشكل الفرخة بتاعتنا وشكل البطاطس، هتشوفوا شكلها ايه تحفة. بس كده ده كان الفيديو بتاع النهارده، ويا رب يكون عجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا منه، ويا رب اكون بفيدكم كل الفيديوهات اللي بقدمها لكم. استنظروني بقى ان شاء الله في فيديو جديد على خير، ما تحرمش منكم ابدا يا احلى اخوات في الدنيا. مع الف سلامه.